أحد الإخوة يسأل يقول: ما حكم ما نسمع عنه من حركات أو بمعنى صحيح البرمجة اللغوية العصبية، وهل هي صحيحة أم أكاذيب؟ طيب، أقول أيها الإخوة، بالنسبة للبرمجة العصبية فيها حق وفيها باطل، وربما أن بعض الناس الذين أخذوا دورات في هذه البرمجة يعني قد يتعصبون لها ويحاولون أن يوجهوا ما نراه باطلا بوجهة ليست شرعية ولكن بوجهة مقبولة عقلية. ففي من المعاني الصحيحة التي فيها أسلوب الحوار والإقناع ومحاولة معالجة بعض الأخطاء الفردية، إما أن تكون ناشئة من معاناة نفسية أو بسبب مواقف حصلت لبعض الناس وأصابته بصدمة وجعلته يتخذ موقفا خاطئا من بعض الأشياء، وهذه أشياء تجري في حياة البشر. على سبيل المثال، والله بعض الناس مثلا ما يبغى يشرب الحليب أبدا، لكن يمكن لو أعطيته الحليب في قالب آخر يمكن يشربه وهو ما يدري، أو يتعاطاه مثلا في أكل في غير ذلك وهو لا يدري، ولو قلت له هذا فيه مكونات الحليب ما يصدق. بعض الناس مثلا والله ما يأكل اللحم. طيب ليه ما تأكل اللحم؟ يعني خلاص نفسه ما تتقبل أن يأكل اللحم. أحيانا تكون بسبب مواقف. يعني على سبيل المثال، أنا محدثكم لا يمكن أن آكل النخاع الذي في رأس الذبيحة بسبب موقف تسمم حصل يعني وأنا صغير، يعني أكلنا من أكل كان فيه هذا الشيء وكان متسمما. المهم خلاص اتخذت موقف من هذا، يعني مهما تعطيني، لو تعطيني أموال الدنيا كلها ما تقبل نفسي أن آكل هذا الشيء. صدمة يعني نفسية حصل. هذه مواقف تحصل للإنسان. فهنا بواسطة البرمجة العصبية يستطيعون بطريقة الحوار والإقناع، ولكن عن طريق جلسات وما إلى ذلك، أن يحلوا مثل هذه الألغاز. طيب هذا جيد، يعني هذه أمور مفيدة ولا ننكرها لأن العقل يدل عليها. لكن أما أن يصل الأمر إلى سلب المواد خواصها، ما معنى سلب المواد خواصها؟ يعني السكين الآن تجرح ولا ما تجرح؟ تجرح. الماء يغرق ولا ما يغرق؟ يغرق. النار يعني تفتك أو ما تفتك؟ تحرق أو ما تحرق؟ يعني نصدق أن أحد يقول والله أنا ممكن أحط هذا الشرشف في النار وأطلعه ولا إطلاقا ما يمكن يتأثر؟ تصدقون هذا؟ هم يقولون والله نحن نمشي على الجمر ولا نتأثر. وش رأيكم؟ ما يمكن نصدق هذا. أصل هذا يا إخوان تكذيب للقرآن والسنة. الله جل وعلا جعل النار عقابا للعصاة، أليس كذلك؟ إذا كانت النار لا تحرق، لماذا الله جل وعلا يجعلها عقابا؟ ما يمكن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. وكم من الناس الذين أقحموا في النار فماتوا، كم من الناس الذين اشتعلت فيهم النار فأهلكتهم، أليس كذلك؟ قد يقول قائل لا، هذا بسبب اعتقادهم أن النار تحرق. طيب يا أخي هم نايمين والله ما هم دارين عن شيء. أو إنسان مثلا والله حصل حادث في سيارة، طيب والحادث أفضى به إلى أن فقد وعيه واشتعلت النار في السيارة وأكلته. طيب هذا يحصل ولا ما يحصل يا أخوان؟ طيب هذا إنسان في يعني ما عنده الآن قناعة أن النار تحرق أو ما تحرق، إنسان في غيبوبة أو نائم، يعني أشياء لا يقبلها العقل. فكونه يقول والله أنت لا يحرقك الجمر لأنك أنت مقتنع أصلا بأن الجمر يحرق، ولذلك تمشي عليه وتشعر أنه يحرق. هذا كلام ما هو صحيح. لكن إن قلت لي والله إن فقط الجمر إذا مشيت عليه بسرعة، يعني الجمرة ما يمديها تكون أثرت في قدمي حتى أنتقل لجمرة أخرى وهكذا، يعني مثل ما لو انتثر الجمر على الأرض الآن نعرف أننا نستطيع أن نأخذ الجمر بسرعة ونضعه في الإناء. هذا صحيح ولا لا؟ إن قلت لي بهذه الصورة أقول لك نعم. لكن أنا قلت لهم يعني هل تمشون بسرعة قبل أن تتأثر القدم؟ قال لا أبدا، تمشي وأنت واثق من نفسك. الجمر لا يحرق، الجمر لا يحرق، الجمر لا يحرق. هذا يعني قلت لا، يعني إذا صدقت هذا الكلام فأنا على عقل العفاء. لذلك أحد الإخوة أشار إلى معنى، يعني قال
يعني إن وجد أنهم يعني رؤوا، وكثير من الذين أخذوا الدورات يقول والله مشينا على الجمر وقلنا هذا الكلام ويعني ما أحرقنا الجمر ولا تأثرنا به، لأن المدرب يقول لهم يقول شوف لابد أن تكون يعني مقتنعا بأن الجمر لا يحرق. لكن بعض الأخوة قال نحن قلنا لهم شوف طيب بس أنا بجيب جمر من عندي، ما هو تجيب الجمر اللي عندك، بجيب أنا الجمر من عندي وتمشي عليه بالصورة هذه وبعدين نصدق. طيب هذا الكلام يعني يمكن يكون هو السر فيه، لأن هذه حادثة جرى شبيه بها في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فرقة من فرق الصوفية تسمى الأحمدية، كانوا يبهرجون على الناس بأشياء من هذه الممخرقات والألاعيب، فيزعمون أنهم أولياء لله، وأن هذه الولاية أوصلتهم إلى حد أنهم يدخلون في النار ويخرجون منها ولا يتأثرون، ثم صاروا يعني يعلنون التحدي للناس ويقولون هذه من دلائل أننا أولياء لله. فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال قولوا لهم أنا سأتحدى أنا وإياهم، سأدهن نفسي ويدهنون أنفسهم بالخل، وندخل أنا وإياهم سويا في النار، ولعنة الله على من لا تحرقه النار، نشوف من الذي يخرج أنا أو هم. هو جاء بصفة المتحدي الناصر لدين الله جل وعلا، وهو واثق بوعد الله، ولكنه يعرف أن هذا خداع منهم، لأنهم كانوا يدهنون أنفسهم بمادة من المواد تجعل النار لا تحرق في اللحظة الآنية، ولذلك يلعبون على الناس بهذه الممخرقات. فلما قال شيخ الإسلام لهم هذا الكلام خسروا التحدي ورفضوا أن يقبلوا هذا التحدي. فإذا هناك يا إخوان أنواع من الخداع لا نصدقها، كم من ما نرى في السيرك وفي أعمال السحرة والكهنة وما إلى ذلك، أشياء كثيرة. أنتم يمكن تعرفون الزار وما إلى ذلك كيف أنهم يأكلون الجمر، صح ولا لا؟ ولا ما عمر أحد شاف منكم شيء من هذا؟ الذي فيه الزار يعني فيه الجان، يأكل يعني في خاصة في حفلات الطبول وما الطبول وما إلى ذلك، يسمونه عندنا استنزل فلان، يأتي للجمر ويأخذه ويأكله، لأن الذي يأكل الجمر هذا هو الجن، يعني هو في حالة تلبس الجن بالإنسي قد يحصل أشياء من هذا. أحيانا تضرب هذا الإنسان الذي تلبس به الجن بالعصي وبالسياط، فإذا خرج منه الجني تقول ها يا فلان كيف حالك؟ يقول طيب والضرب اللي ضربناك هذا؟ قال لا والله ما ضربتوني. يعني في وقت شيخ الإسلام بن تيمية جاءوا له برجل مسبوب فأخذ يقرأ عليه ويضربه فلما خرج الجني أخرجه من شيخ الإسلام قالوا للرجل ها كيف حالك بعد ضرب الشيخ لك وكذا؟ قال أنا ضربني الشيخ؟ لماذا يضربني الشيخ؟ ماذا عملت أنا حتى يضربني الشيخ؟ قال ما شعرت بضرب؟ قال أبدا ما شعرت بضرب. لأن الضرب يا إخوان في هذه الحال يقع على الجن نفسه، ما يقع على جسد الإنسان، وهذه غيبيات لا تدركها عقولنا. فكذلك إذا تناول الجمر هذا يكون من أعمال الجن، هذه خارجة عن إرادتنا. كذلك مثل ما نراه من بعض المخرقات من الذين يستعملون ما يسمونه بالشيش، أصياغ حديد يجعلونها مثلا في الإنسان يدخلونها من هنا ويخرج من هنا، أو في بطن الإنسان أو في رأسه، نراهم في الصور من بعض من يدعون أنهم أولياء الله وما إلى ذلك. كل هذه من أعمال الجن ومن المخرقات التي لا يصدقها عاقل. معقول الحديد يدخل في رأس الإنسان ويخرج ولا تخرج قطرة دم، ويدخل من هنا ويخرج من هنا ولا تخرج قطرة دم، يدخل مع البطن من هنا ويخرج مع الجهة الأخرى ومع النحر ويخرج من القفا ولا يخرج قطرة دم ولا يموت ولا يحصل له أي أذى؟ هذا كلام لا يصدقه عاقل. إذا صدق الإنسان بهذا فعقله عليه السلام. لكن هذه كلها أشياء إما أنها تتعلق بالجن أو إنها من خفة اليد أو الألعاب التي يبهرجون بها على أعين الناس. فهكذا البرمجة العصبية كما قلت لكم فيها حق وفيها باطل.